السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعيني في سفرة واو. سفرتي النهاردة عليها طبق أم علي، هنعمله زي ما أم علي عملته بالظبط. أم علي عملته احتفالا بموت شجرة الدر، خلصت منها ووزعت على كل الناس بقى الطبق الشهير ده واللي اتسمى بأم علي على اسمها. كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن عيش ولبن ومكسرات وسكر، واتسمى على اسمها لان هي اللي قامت بتوزيعه على كل الناس في مصر. تعالوا نقول ام علي اتعملت ازاي بطريقة زمان قبل ما نحط عليها التركات بتاعتنا. معانا 4 رغيف عيش فينو، ومعانا طبعا اي عيش ينفع، بس انا النهارده هعمله بالعيش فينو طبعا لانه ألذ. معايا 6 معالق كبار سكر، 3 كوبايات لبن، ومعايا طبعا جوز هند وزبيب ومكسرات دي حسب الرغبة. العيش هقصه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي بالمقص حلقات كده، وبعدين هرصه في الصينية وهدخله على فرن هادي درجة حرارته 170 160 مش اكتر من كده، وهسيبه مثلا 10 دقايق لحد ما احس ان الخبز بتاعي كده ايه اتحمص وبقى مقرمش وخد لون حلو كده وذهبي. تمام، حلو قوي. ندخله بقى الفرن زي بعد ما رصيناه. عبال ما يتحمص في الفرن هجيب انا الطواجن بتاعتي وهدهنها بالسمن. طبقة حلوة كده ويعني عليها القيمة من السمن البلدي علشان ايه ندي للطاجن بتاعنا روقان حلو كده، ويعني نظبطه. لازم ام علي يبقى فيها تريك الدسامة كده، يعني حتى لو مش هنعملها من الملفي ولا من الجلاش يبقى لازم نديها سمنة وقشطة ونظبطها. العيش بتاعي اتحمص وخرج من الفرن، هحطه بقى في الطواجن اللي دهنتها بالسمن البلدي واملى الطواجن بتاعتي كده، وبعدين اوزعه ما بين الطاجن. ده عمل لي 2 طاجن و2 طاجن حلوين يعني كبار كده مش صغيرين. احط عليهم بقى الاول نجي اللبن لازم يكون سخن نار، يعني سخن بيغلي، ده مهم جدا الموضوع ده. معايا وبوريكم بس المكسرات اللي معانا، والفانيليا مهمه قوي. الفانيليا في ام علي بتفرق قوي في طعمها وبتدي ريحه حلوه جدا. تمام، اللبن بيكون سخن نار وبيغلي، ننزل فيه السكر وندوب السكر كويس قوي. دول 6 معالق كبار، ودوقي وحطي السكر حسب رغبتك، ودوبي بقى السكر وزوبي الفانيليا وجوز الهند بقى هرشها على الطاجن نفسه، وكمان الزبيب والمكسرات هرشهم على الطاجن نفسه. عاوزه تعمليها رقين وتحطي المكسرات وجوز الهند في النص، عاوزه تحطيها على الوش كده زي ما انا حطيت، بصي براحتك. عايزه تلخبطيها مع العيش كده في الوسط، انتي يعني ملكه الطبق بتاعك، تعملي فيه اللي انتي عاوزاه. اهم حاجه بقى والتركه المهمه اننا نسقيها كويس قوي باللبن، واللبن يكون سخن بيغلي يعني درجه حرارته 100%، ونسقيها كويس قوي باللبن، ونسيب العيش يتشرب اللبن تماما عشان تبقى ام علي صح الصح. بعد ما سبتها مثلا حوالي ربع ساعه كده اتشربت وخدت كفايتها من اللبن، ولازم احس كده انها يعني زي ما انتوا شايفين كده لسه فيها جوسي، مش هدخلها الفرن وهي ناشفه وشاربه اللبن كله، لا لازم احس ان فيها جوسي كده واللبن محوطها من كل ناحيه. احط بقى عليها القشطه، قشطه بلدي من بتاعه اللبن عادي جدا. لو لو القشطه تقيله بالنسبه لك اضربي شويه قشطه بشويه لبن وحطيهم على الوش، هتبقى اخف شويه. نوزع القشطه كده على الطاجن بتاعنا، بتدي لون جراتان حلو قوي للطاجن، وكمان بتدي زي قرمشه كده ونكهه فظيعه فظيعه. بصوا شهادتي مجروحه في ام علي لاني بحبها بكل طرقها وكل تفاصيلها، ودي بقى ابسط طريقه يعني لتحضير ام علي دي، يعني ابسط حاجه. ام علي البدائيه جدا الاصليه خالص زي ما اتعملت زمان واول مره اتعملت فيها. دخلناها الفرن بقى اتحمصت كده وخدت لون جراتان، واللبن مع العيش خدوا ود كده مع بعض. ولو سيبناها بس تهدى شويه هنشوفها وهي
يعني عامله كده قوام يعني رهيب يا جماعه. حاجه كده يعني بتتغير كده، بتبقى بتلظ يعني، فيها حاجه كده مش عارفه اقول ازاي. بتمنى جدا ان تكونوا ام علي عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير كتير بقى عشان يوصل لكل الناس، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.